السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بقى ايه، تعال نعمل مع بعضينا الكوكيز السهل الجميل اللي احنا شايفينه ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومكونات سهلة جدا جدا. والمكونات دي موجودة في كل بيت، ولا هنستخدم لا سكر ولا كاكاو خام ولا شوكولاتة ولا حاجة خالص. ويلا نشوف المكونات ونشوف طريقته ازاي. انا هنا جبت بولة نزلت فيها بكوباية عسل، وبنفس الكوباية دي استخدميها في جميع المقادير بتاعتك. اي كوباية تستخدميها للاخر. ونزلت عليها بربع كوباية زيت. تمام لغاية كده. بس ما تقلبيش، مهما نقلب الزيت مش هيختلط بالعسل. ليه؟ لان كثافة العسل تقيلة. تمام، فخلاص بقى سيبي بقى ايه المعلقة ونشوف المكونات الجاية. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هننزل على العسل والزيت بربع كوباية نشا. ابتدي بقى قلبي براحتك هيختلط معاكي. واحنا عارفين طبعا العسل الاسود فوائده كتيرة جدا، ودايما بننسى نفسنا في اكل العسل احنا واطفالنا. فانا قلت ايه نستفيد بيه ايه في حاجة حلوة كده وفي نفس الوقت حاجة مغذية. انا كده ايه خلاص نزلنا بالنشا والعسل والزيت. هننزل باول كوباية دقيق بنفس الكوباية، وهننزل على كوباية الدقيق بمعلقة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا وربع معلقة ملح. دي مكوناتك اظن، وانا الكلام اللي بقوله انا عارفة بقول ايه، ان المكونات دي موجودة في كل بيت. هو ما فيه بس الا الشوكولاتة اللي هي على الوش دي اللي جبناها من بره، وممكن على فكرة تستغنى عنها. تمام، بس هي بتدي شكل حلو للكوكيز. فيلا بقى ابتدي ايه قلبي بقى ايه في الخليط بتاعك. نزلنا باول كوبايه وقلبناها. تاني كوبايه بقى هننزل بشويه شويه. ليه؟ عشان ايه احنا عايزين العجينه بتاعتنا تكون ملزقه شويه، وفي نفس الوقت ايه ما تكونش طريه قوي ولا تكون تقيله. تمام، خلاص انا نزلت باول كوبايه ودي تاني كوبايه وهنقلب. بعد ما نزلت بتاني كوبايه هبتدي ايه نحش المعلقه. ليه؟ عشان تحسي بالعجين بايدك. انا بصراحه ما بعرفش العجين بتاعي الا بايدي. خلاص كده هبتدي اعجن بايدي. يبقى احنا نزلنا بكوبايتين لغايه دلوقتي، وانا بعجن كده برضو حاسه ان العجينه لسه ملزقه قوي. هننزل بقى نجيب تالت كوبايه. بس تالت كوبايه بقى انزلي بها بحرص، لان مهما اقولك المقادير بتاعت الدقيق بيختلف من دقيقه للتانيه. فانا هنزل بشويه شويه لغايه ما الاقي ايه العجينه خلصت من ايدي، وفي نفس الوقت ملزقه حاجه بسيطه. انا برضو هنا حاسه ان العجينه بعينها ملزقه قوي. فابتديت انزل ايه بالكوبايه التالتة شويه شويه، وهي على فكره هتاخد معايا تالت كوبايه. بس انت في تالت كوبايه ما تنزليش بيها مره واحده عشان العجينه ما تتقلش منك. خلاص كده انا لقيت ايه العجينه تمام كده خلصانه من ايدي شويه والتلزيقه بسيطه قوي. ودي ايه العجينه اللي انا عايزاها بالظبط. عايزه عجينه ما تكونش ناشفه وتكون طريه وملزقه بسيط. خلاص كده هنشتغل على طول على فكره. خلاص بعد ما خلصت العجينة بتاعتي دي الشوكولاتة، وهجيب هنا إيه صينية ألمونيا، لأن الصينية حلوة جدا في التسوية على فكرة، بتوزع الحرارة حلو جدا. هنعمل ايه بقى؟ هبتدي اخد ايه كرة صغيرة كده قد الليمونية الصغيرة وانزل فيها بالشوكولاتة. بس على فكرة الشوكولاتة دي اما تجيبيها من عند مستلزمات الحلويات تقولي له عايزة شوكولاتة تتحمل سوا ما تسحش معايا في الفرن. تمام. خلاص ايه ابتدي اخد قطعة صغيرة كده وابططها كده حتة صغيرة وانزل في الشوكولاتة على طول. بصراحة الشوكولاتة بتدي شكل حلو قوي قوي للكوكيز، والاطفال بتفرح بيها قوي. ودي اختيارية، مش عايزة تجيبي شوكولاتة مفيش مشاكل. ممكن تعملي ايه تيجي كده على الكوكيز من فوق كده اديله كده شكل بالشوكة تخريمات بسيطة، وما تستخدميش الشوكولاتة. بس هي بتدي شكل جميل قوي للكوكيز. خلاص هفضل انا كده ايه اعمل الكوكيز بتاعي لغايه ما اخلص، واديكم شايفين شكل الكوكيز جميل جدا. ده كمان لما يستوى هيبقى شكله احلى بكتير. وهنسويه ازاي يا جماعه؟ انا كده خلصت الكميه بتاعتي، بس على فكره في صينيه تاني هو اداني كميه حلوه جدا. فايه هنسويه ازاي؟ على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. واول الفرن كده ما يبقى سخن معايا ندخل ايه الصواني بتاعتنا. وهنعمل ايه بقى؟ اول ما يبتدي يلون من تحت نشغل الشوايه من فوق دقيقتين كده عشان ياخد وش بسيط كده وخلاص كده. لو انت بقى ايه عايزاه ناشف هتطفي الشوايه وتسيبيه شويه ايه في الفرن وتهدي النار. لكن هو الكوكيز على فكره بيطلع طري من الفرن وبنسيبه بره هينشف معاكي شويه، وفي نفس الوقت بيبقى ايه لا طري ولا ناشف، فيبقى وسط. ده سوى الكوكيز المظبوط. فالطريقه اللي تعجبك اعمليها.
انا هنا كده ايه خلصت الكوكيز وسويناه وطلعناه، ما بياخدش وقت في الفرن. بس ما تتعامليش مع الكوكيز وهو سخن، ليه؟ عشان الشوكولاته بتبقى لسه سخنه وممكن ايه هتبقى سايحه، ما ينفعش نمسك الكوكيز دلوقتي. فاحنا لازم نسيبه لما يبرد خالص، حاجاش تقدري تتعاملي معاه براحتك. وانا هنا بعد ما سبت الكوكيز وطلعناه من الفرن وبرد معانا، ديكم شايفين شكل الكوكيز تحفه تحفه بامانه، طلع شكله حلو جدا، مكوناته بسيطه جدا، من جوه ديكم شايفين مفرغ وزي الفل مش مكتوم، طلع معايا خفيف وحلو قوي، وكفايه ان هو حاجه مغذيه جدا جدا. وكان تحفه يا جماعه، والمكونات بسيطه، وخصوصا احنا بنحاول نعمل حلويات اقتصاديه، وخصوصا في ايام الغلا اللي احنا فيها دي، اللي ربنا يعديها علينا بخير. فهنا انا كده ايه خلصت الكوكيز بتاعي، وديكم شايفين شكله تحفه تحفه. ممكن تقدميه مع كوبايه عصير، اي عصير، اي انواع عصير. على فكره ممكن يتاكل مع القهوه، تاكليه مع تشربي كده فنجان قهوه كده مع الكوكيز، ممكن مع كاكاو بلبن. براحتك خالص، ممكن تاكليه كده كفايه، بس شكله بصراحه تحفه. وجبة حلوة جدا، ممكن في الفطار حلو جدا، ممكن مع لبن، على فكرة لبن سادة عادي خالص. فعايزة اقول لك ايه ان هو مغذي، حلو جدا للاطفال، مكوناته بسيطة غير مكلفة، شكله جميل جدا، اداني كمية حلوة جدا جدا، وانا بصراحة كنت مبسوطة منه قوي قوي. واديكم شايفين الكوكيز، ويا ريت كده بعد ما عملناه مع بعضينا ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. والكوكيز اداني كميه حلوه قوي، وكان طعمه لذيذ جدا جدا، ولو عندك اطفال هيفرحوا بيه قوي قوي، وطريقته سهله وبسيطه، وبصراحه طلع معايا حلو قوي قوي. شايفين احنا كده بعد ما برد تتعاملي معاه براحتك، بامانه كان طعمه حلو جدا، ما كانش مكتوم، كان مفرغ من جوه. هقول لك ايه، دي طريقتي في الكوكيز، ومنتظره رايك في التعليقات.